قصيدة في الذب عن شيخنا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، للشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي. حمدا لربي منزل القرآن، حمدا كثيرا كامل الأركان، ثم الصلاة على النبي وصحبه أهل التقى والعلم والإيمان. إني استعنت الله في منظومة نصرا لخادم شرعة الرحمن. يا غامزين أولي التقى تبا لكم لا تطعنوا في شيخنا الألباني، فلحوم أهل العلم سم قاتل فلترعوا يا عصبة البهتان. ولقد ظلمتم عالما أفضاله مشهورة للقاص قبل الداني، فلتتقوا الله العظيم وتنتهوا عن ذلب أهل العلم والإحسان. ولقد نسبتم للمحدث فرية هي منه راء القول والهذيان، وكشفتم عن جهلكم يا ذلة طعنت بلا علم ولا برهان. هذا كلام ساقط مدلوله جهل عظيم ساقط البنيان. أنتم كناطح صخرة بقرونه تركت رؤوسكم بلا آذان. قد قالها الشهم المفوه قبلنا فارجع إلى نونية القحطان. عجبا لقوم ينطقون بلا هدى يتقفرون العلم دون بيان. نطق الرويبضة الذي أوصافه مروية في سنة العدنان. فلتستفيقوا وارجعوا عن غيكم فالتوب يمحو سالف العصيان. سلفية سنية محفوظة وعدا لنا من ربنا المنان. أهل الحديث هم الحماة لديننا من شبهة الأعوان للشيطان. إسلامنا سنية سلفية وسطية عدلا بلا نقصان. هلا سألتم عن عقيدة شيخنا العالم المشهور بالألباني. علماءنا أهل الديانة والهدى شهدوا بفضل العالم الرباني، وكذا جميع المنصفين تكلموا ردا على الأفاك والفتان. هذه نصيحة مشفق يدعو إلى نهج الرسول وشرعة الديان، يدعو إلى الإنصاف في أحكامكم إن رمتم الفردوس خير جنان. فلتحذروا ظلم العباد فإنه يردي بصاحبه إلى الخسران. فلربما نطق اللسان بكلمة تهوي بقائلها إلى النيران. فاحفظ لسانك دائما من عثرة تلقي به في ذلة وهوان. داوم على ذكر الإله مسبحا واهرع إلى الطاعات كل أوان. وختامها صلوا على خير الورى وصحابه الهادين للحيران. وختامها صلوا على خير الورى وصحابه الهادين للحيران.